والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة، اليوم نتكلم عن بداية الركن الخامس من أركان الإيمان، وهو الإيمان باليوم الآخر إن شاء الله. إيرام بحثا تمل بينجا ركن بينجا شرط بينجا جاء إيمانه. تدي مزان إيمان شش حب شرطي ويهنا، شش حب قانوني ويهنا، تملي ويهنا. يك إيمان بخدا، يك إيمان بملائكته، بكتابه، ببيغمبره، بآخرته. أميرو بحثا إيمان بآخرته بكن إن شاء الله. طبعا الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان، وفي آيات كثيرة الله عز وجل يذكر الإيمان باليوم الآخر. ولكن حينما نقول اليوم الآخر هناك اسم آخر العلماء يطلقون عليه، يقول سمعيات أو الغيبيات، الأمور التي نحن لا نستطيع بالعقل بمجرد نفهم ونعلم، لا بد من الخبر ومن النقل الصحيح. وما يتعلق بالآخرة من الموت وإلى الجنة أو النار كلها سمعية، أمور الله أخبرنا أو النبي أخبرنا بإذن الله عز وجل. نحن نقول أمور غيبية وسمعية، فلذلك نحن نقول هؤلاء كل أمور بالغيب أو باليوم الآخر، وكل شيء يتعلق بما بعد الموت، موت وإلى الجنة وإلى النار، إلى أي المصيرين سيكون المصير، هذا هو اليوم الآخر أو اليوم الآخر. رجع آخرتك أم بيجن معناوي أم حياة الدنيا كان رجع خلاص بحياة الدنيا دسبت كحياة آخرتك أم بيجن إيمان بآخرته جمرني بقرأ حتى أم بيجن إستاسيون داوي، إستاسيون داوي يا جنة يا جهنم مجهد يا يعني إستاسيون داوي أول أم دمرن كابن ترين وزانن شيء قطارة يعني أم كابن كين دسبت كين مرن قبر حياة قبر إيش قصد چند سالات مینه پاشه همش قبر درتين خاله مساقت که محکمه آخرت دست بید که ایک هر جنت چه ایک هر جهنم چه ایک جهنم عذاب بکش ندرته ور حاصل جبیه تفت بیشن روز آخرته. برزخ کنگی سید؟ برزخ پشت وی دنیا هنه تگوتن برزخ قبر و جیب شونه برزخ يعني طبعا عالمش برزخش پشت من راد بیشن برزخ لی برزخ او حاجز نابر دنیا و آخرته جيب شنو دبا حياة دنيا. أمانة تبجي أمجرات بجن تشتكو تين جهداري كرن تشتكو هاتي بهيستن، يعني تشتكو أمجر عقلي خلنا كارن قرار بدن والله آخرت هي يعطنا عذاب قبر شواية جنة شواية حشر شواية. أمانة عيش عقلنا يعني خالد بجي هيج عقل فهمتك. أمجمانا رات بجن تشتي سمعي الإسلام دوهات بجن سمعيات أبيكو أمد بهيزن بقوش مرات يقول ما كذي عيش عقلنا يعني عقل بيجا جامرنا يتشوابه يقبر تشوابه صاحبنا آخرته تشوابه جنة تشوابه وانا تشتاك عيش عقلنا عقل وانا فهمناك عقل جويا خبرنا تشتاك عقل مرات بدري خدش ترى قلتيه چه خدي هو قلتيه بده يجي فهمك هذا چش ترى قلتيه چه نصيحتك كريه چه امرتك كريه وانا فهمك امجي بشكل غني فهمتك. طبعا الإيمان باليوم الآخر أول ما نقبل أو نقول به الله أخبرنا، ولكن العقل يقبل ذلك. العقل حينما ينظر إلى الحياة وينظر إلى الظالمين والمظلومين الفقراء والأغنياء يضطهد ومضطهد، يرى بأن كثيرا من الناس لم يأخذوا حقوقهم وماتوا وذهبوا، فيقول لو كان هناك محكمة محاسبة لكان شيئا جميلا. فالله عز وجل حينما يقول هناك يوم آخر، هناك يوم الحساب ويوم الكتاب، يوم الجزاء، يوم المكافأة، العقل يقول نعم شيء جميل جدا. العقل يقبل هذا الشيء، وكذلك النقل أمرنا بذلك. وليس صعبا على الله عز وجل أن يحيي الإنسان بعد الموت، الذي خلقنا أول مرة فسهل جدا أن يحيينا مرة أخرى، هذا سهل جدا. طبعا الكل بالنسبة إلى الله لا فرق، لا يوجد شيء هناك صعب وأصعب على الله، كل شيء بالنسبة إلى الله سهل. ولكن عقل الإنسان يقول أول شيء أو حينما توجد شيئا أولا وبعد ذلك توجده مرة أخرى، المرة الثانية أسهل من الأول بالنسبة للبشر. أما بالنسبة إلى الله عز وجل كله سهل لا صعوبة في ذلك. طبعا آخرات أم شو آخرات قبول تكن آخرات خدي قلت آخرات ما قبول كريه، فقط عقل إنسان جد بجا والله آخرات ما تشتكي باشه. كما عقل بجا
لو را عقل نرد في الدنيا ده إنسان ظالم هنا، إنسان مظلوم هنا، إنسان فقير هنا، إنسان باش هنا، إنسان خراب هناك إنسان هنا في الدنيا ده حقي خنا صندنا حقي واجبان هاتي صندوق وتاب مرنا بندس مرنا فقور مرنا حفصة مرنا الشيا مرنا دبحرادا مرنا ظلم الوان هاتي كرد ياجي هنا قال خير وحسنات كرنا كسكي خيرك ندا مالا وان نقوت يا مالا وآبا كردي بيج مالا تآبا به خدش ترازي به كسكي مكافآت خير خنا قرتيه وجزاء خرابيه خنا ديتيه دما خدت بجاز آخرت تشيك مجبون حسا وعقل بجا والله تشتكي خوشه يعني چما نبو خدي ابي ظالم حقي خنا قرت جزای ندا اوی مظلوم بندسی کسی که آلیکاری او نکرد فقیر و مظلوم ها دنیا و مظلوم مر یکی حقیقی مظلوم مردی کسی که ندای که پشتی خدا دبیجه از وساخ بکم عقل بجه ولی خدایش فرمازنه خدای قوت کیه او خدای وی عالمش تنبونه آنیه هبونه جارا دو یمین چه کنای پر راحتش خدای را حاشش خدای را ابجی تنها يعني اش قادره ولا بيها حتى بيها زحمتش قادره تشكيل ساكلتنا تبش قادره وكابن فقط لقور عقلي انسان ام كانسان نورمال ام بيجن حيره ولا تشتكي كنتش تنبونه تشيكي وجاره قديت خراكي جاره قديت تشيكي جاره دو يمين تشيكرناوي دهار حتى ام انسان ساكنونه مثلا تدي انك تشتنه وانا فوتوغراف بدستا تشتكي وانا نظام بيجن شيء حاصل فوتوغراف پرچه داتینه که لکه هف قطع حفصاکن پرچه تجاره عول چیت کی عقل خدا دیگری اوجار قدی خرات کی جاره دو چکنه و دهار حتی تجربه تجربیه ایجا خدا جان الگورا عقل مجمرات بجا ای کد بگل و حبدا من وش صفره چکش تنبونه و قبول کرد قیپر زحمت جاره دو جذبه چکم جواره بر حتی اجمرا شون از خدا یمه من جاره عول تش صفره چکری جاره دو یمین چکنه و اجمرا دهار حتی و دهار بيسر إيشاندني. طيب بداية يوم الآخرة يبدأ من الموت. أولا نتكلم عن الموت قليلا. الموت حق ولا ينكر أحدا من البشر أو لا ينكر أحد من البشر الموت. الكل يقبل الخلاف فيما بعد الموت. هل هناك شيء أم لا؟ أهل الإيمان يقولون وغير أهل الإيمان يقولون نموت وخلاص. الموت بداية يوم الآخر وبداية الموت هناك أناس صالحون وهناك أناس غير صالحين. أناس الصالحون حينما يقترب الموت منهم يقترب منهم الملائكة ويبشرونهم بالجنة. هذا ما يقول الله عز وجل في محكم كتابه تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا أي لكم البشرى بأنكم تستقبلون حياة أحسن وأفضل من الدنيا التي عشتموها. هذا مكافأة أهل الإيمان. هذا أولا بداية الآخرة يبدأ من الموت. دسبيك آخرته بچه دسبيك يا قالوا جماعتي بمرنه دسبيك حتى وكامرن أن مرن أبناچن آخرته مرن معنى مرنه چیه بكردي مرن رحي إنسان جاني إنسان درته وحتى أنا تكسكي جي إنسانا خدي عاقل إنكارا مرنه نكري هر كس بمرن هي هر كس كافر مسلمان يهودي مسيحي هندي چيني أمريكي تب بجي مرن هي ليه مسألة بيش تمرني حياتك هي أنتنا مسألة سروية ملت في قبول ناكر فهاري أن إنسان بإيمان مازني تبجي كلهم مرنتنا بجنا والله يا بابا مجمرية دايكا مجمر بابير مجمر تمرني قبول كمرن رحي إنسان جاني إنسان درته رح چيه والله كسكي نزانه رح تشتكي بشعب ناي ديتن بدست ناي درتن فقط أثر رح تديتن دست من لقيا رحي من هي دست من أوا ساكني رحي مش برادر كر وكا أغلان باي هاني أنا أغلان باهاني جيران أبي هره وكافية كيم وجيران شو لمبا كيم بنا لمبا كيم نابا جيران تي لمبا زيدنا أو زيدنا فقط علامات هبونا جيران الشيف روح نكايد كافيكي جيران شو رح نكايد شا أفرو نكايد هاني شا مرنجي تشتي وساكن مرن دما كش حياة جان إنسان درتي بدن وكا تختك أو كا بيدار هاني دمينه بيرح دمينه ليه دسبيك أو يجي بيد دسبيك مرنجي بشكلايه إنسان صالح مرناوان هي إنسان خراب إنسان صالح مرناوان برحتية كيف خشية خدا عز وجل ملائكته شينت بجوارا بيجا نترسنها بني وحتى أنا جمن ترسيان وحتى أنا لميشكر وروجيكر ودزيه نكر وزنا نكر وعراقي بناخر ونكر حتى أنا أربو ده إيش عند أنا جوارا بيجا نترس مراقة نكر ترسا وقتيها
ونهاتن بردر رحمة خدا رب العالمين رحمة خو واج برات شينه در جنتش برابط که اویان مرنا انسان بخیره لی انسان خراب دما کدمرن وان انسان خراب جی بروب بيكي ببلاكي بمصيبتكي بدرد كلكي وان انسان هانيش دمرن بحث مرنا واجب بكين. الصالحون قبل الموت الملائكة تأتي إليهم وتبشرهم أو يبشرونهم بالخير، ولكن الذي ظلم نفسه بالمعاصي وبالذنوب فحينما تأتي إليه الملائكة الله هكذا يقول في القرآن الكريم: ولو ترى إذ الظالمون في غامرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم. يعني الذي هو مذنب صاحب المعصية صاحب الكفر صاحب الشرك صاحب أمور لا يحبه الله عز وجل لا يحب أن يموت، نفسها أو نفسه روحه لا يحب أن يخرج. الملائكة ينزعون روحهم بالعافية غصبا عنه، لذلك يقول أخرجوا، هكذا ليس بالبشرى بل بالتهديد وبالعذاب، وهم يعلمون بأن أمامهم عذاب شديد. حفظنا الله وإياكم من هذه الشرور. انسان خراب مرنوان شوای انسان خراب خدات بجه ملائکه تینه کی وقتوان ظالم اوان ظالمه سکراتم برنه دوات قلبن او خیدان ددن رشت بن صور دبن هیشین دبن ناخوازن بمرن رحیوان چه رحیوان ته حاجسی کا پر مازندک شینن وکا ایشا گرچکا ودیتی گرچک وقتی کبرت کبن کلیه و یعنی ایشا کی جان تتف دیشه تنظان الکدشه جان تتف دیشه یعنی ایشا کا ساکن و هزار قاتی گرانترته ناخوازه بمرجی رح ناخوازه درکه زانه الپیشای چه مال خرابونه ایجا ملائکتن بزو درکه یلا ملائکت بزو جرح راد بن دره یلا عددت کفتنه والله نب کیفاوی ابرحی یعنی جان یعنی درته لو راحوی حدیث بین انسان اهل صالح بریا کو بمره پردک آخرت راد به او گلو گلستان گل رنگ برنگ کس کو سورد دینه بخچه جنت خارنا جنت اهل جنت دینه به زوب گیجموان انسان خراب جی بریا کو بمره وان دارا و وان ملائکت و بکردید بین زبانی جهنمه یعنی زبانی وان داره و دست وان دانه دینه آخر دینه دبی ولز ناخوازم هرم لب کیف هاویش نه ملائکت بیالزو رحیان درخن ایجا خدا عز وجل مرنك بإمام كان نسيب ما كلمة شهادته بكان نسيب ما كلمات توحيد الداوية ده بكان نسيب ما إن شاء الله. نرجو الله عز وجل أن يجعل بداية موتنا بداية خير إن شاء الله، حياة على الإيمان وموتا على الإيمان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.